السلام عليكم حبايبي، عاملين ايه؟ وحشتوني، يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. تعالوا بقى النهارده نعمل حاجه سهله قوي، كشري الحله الواحده. يعني بجد بجد مفيش حاجه سهله يعني عن كده يعني. ولا مواعين كتيره بقى، ولا دربكه بقى، ولا حلل كتير، ولا اي حاجه، كله في حله واحده. المهم هنا انا كنت مقطعه بصل جوليانو وحط عليه ملح و... وحبه دقيق. المهم هنا عندي زيت. نزلت بالبصل بتاعي لحد ما حمرته، اخد اللون الذهبي وطلعته. طبعا الزيت ده انا مش هرميه، انا هيفضل معايا لاخر الوصفه. تمام. المهم خدت هنا حبه زيت في حله، وعندي توم حط عليه كمون وفلفل وكزبرة وشطة وملح وفلفل اخضر. المهم ودقاه في الهون يعني. المهم واخدت معلقة كبيرة ونزلت بيها في في الزيت بتاع البصل اللي انا قليت فيه البصل، واديت للتومه تشويحه. وبعد ما اتشوحت قمت نازله عليها بالطماطم بتاعتي، ونزلت عليها بالملح والفلفل وحبه كمون، وهسيبها بقى ايه تتسبك مع نفسها. وطبعا بعد ما التومه اتشوحت نزلت عليها الاول بمعلقه خل، وهسيب بقى الصلصه بتاعتي تتسبك. هنا بقى عندي حمص بسلقه لوحده. وبعدين جبت حله كبيره، حطيت فيها باقي الزيت اللي انا كنت قاليه في البصل. تمام. ونزلت بالشعريه بتاعتي. هدي التشويحه للشعريه لحد ما تاخد اللون الذهبي. هنزل عليها ايه بالعدس بتاعي، واحط عليها ملح وفلفل. المهم وهقلب بقى ايه كويس قوي زي ما انتوا شايفين كده، لحد ما ايه ما العدس ياخد معايا تشويحة. هنا كنت نزلت بمعلقة من البصل اللي انا حمرته عشان يديله طعم حلو يعني. دي تركاية حلوة يعني. المهم بقى ايه هقلب كده كويس قوي لحد ما ايه ما العدس يتحمر معايا كده. بعد كده هنزل عليه بالرز بتاعي بعد ما كنت غسلته وصفيته. تمام. هنزل كده وهديله برضو ايه تشويحة حلوة كده عشان ايه يطلع مفلفل وجميل يعني. تمام كده. كل حاجة سهلة اهي. هنا بقى هنزل بمعلقة بعد ما الصلصة اتسبكت، هنزل بمعلقة صلصة عشان تدي ايه طعم حلو كده. المهم وهقلب كده كويس قوي. وهنا بقى عندي المكرونة بتاعتي، هنزل بيها بقى بعد ما كنت اديت تشويحة للرز مع العدس والشعرية. هنزل بقى بالمكرونة بتاعتي كده وايه، وهغطيها مية. هحط الاول برضو معلقة صلصة، وبعدين هغطي بقى ايه المكرونة مية. دي مية حاطة فيها مرقة دجاج يعني عشان تطعم لي الكشري بتاعي. بس مية مغلية حطيت فيها واحدة مرقة دجاج وقلبتها كويس، وبعد كده نزلت بيها ايه على المكرونة. هنا بقى هنعمل بقى الدقة والشطة اللي بناكلها طبعا في محل الكشري. هنا خدت معلقة توم كبيرة وحطيت عليها ربع كوباية خل وربع كوباية مية، وقلبتها كويس قوي. وكده ايه هحط لها حبة فلفل اسمر، او ممكن ما تحطيش لان اصلا التوم احنا متبلينه كويس قوي. بس هكتفي ان انا اقلبها كده واركنها على جنب. دي الدقة. هاجي بقى للشطة، جبت بقى معلقتين شطة كبار. تمام. وحطيت عليهم معلقة صلصة وقلبتها كويس قوي زي ما انتوا شايفين. دي بقى الشطة الحراقة، بجد طعمهم تحفة تحفة تحفة. ده بقى الكشري بتاعي بعد ما كان استوى وخلص بقى، طلعته وغرفته كده زي ما انتوا شايفين. كان طعمه حاجة خطيرة. انصحكم تجربوه. لو عجبتكم الوصفة ما تنسوش تعملوا له لايك. سلام.